من دقيقتين كده كنت بتفرج على فيديو مستوطنين ماسكين رئيس الشباك او الامن الداخلي الاسرائيلي مبهدلينه وماسحين بيه البلاط. تخيلوا ليه؟ يعني حطوا، يعني فكروا كده ليه؟ علشان هو جاله تحذير قبل الهجوم ب3 ساعات من وزير فلسطيني اسمه حسين الشيخ. بلغوا عن وجود مهاجمين او وجود مقاومين وكلام زي كده، لكن هو ما خدش الموضوع على محمل الجد. وطبعا الاجهزه الامنيه اللي شغاله معاه او العناصر اللي شغاله معاه بلغت ان هو اوريدي عرف، وان الوزير حسين الشيخ في السلطة الفلسطينية، أو كما يحلو الفلسطينيين هم يسموهم السلطة الفلسطينية الفاسدين اللصوص، زيهم زي اللصوص في مصر وفي بقية البلاد العربية، المتعاونين المتصهينين. بصيت للموضوع دوت ومديت الخط على استقامته، لقيت هم في الحي شبيه أو له في الحي شبيه. مين بقى؟ عباس كامل أو عباس ترامادول. فاكرين انتوا أول ما حصل الحرب، أول ما بدأت في 7 أكتوبر، الصهاينة طلعوا قالوا ان عباس كامل ان هو اشرف مروان الجديد بالنسبة لهم. وبالمناسبة اشرف مروان برضو كان جاسوس. يعني تحسوا ان احنا ما بنتخنش، او الامة دي ما بتهزمش غير بالجواسيس من داخلها. المهم، برضو عباس ترامادول او عباس كامل رئيس المخابرات المصرية هو برضو اللي كان بلغ ان في عملية كبيرة جدا هتحصل، والصهاينة ما خدوش الموضوع على محمل الجد. لما جيت مديت الخط على استقامته، لقيت ان الشريف حسين او حسين الهاشمي، او من سلالة الهاشميين اللي هو بتلزق في سلالة الرسول والرسول منه بريء، ان هو كمان راح بلغ على المصريين ان هم هيعملوا حرب 73، وبرضه جولدا مائير ما خدتوش على محمل الجد. فده يخلينا نوصل لدروس مستفادة ان الامة دي لا تهزم الا بخيانة.